الافونتاج اللي عند السعوديه بكل صراحه كيف ما ذكرتوا، يمكن لهم انهم يستغلوه كيف ما يمكن لهم انهم ما يستغلوش. هذا كيبقى اختيار ديال المدرب ديالهم. زي ما سمعنا اعزائي المشاهدين ان طارق السكتاوي بيقدم خطاب دبلوماسي، مدرب منتخب المغرب بيقدم خطاب دبلوماسي وبيرد على كل الصحفيين وبالاخص السعوديين اللي كانوا قاعدين في المؤتمر عن احترامه الشديد لمنتخب السعوديه. ولكن يا عزيزي، طبعا شفنا بقالنا اكتر من 24 ساعه حرب شرسه اعلاميه على المنتخب المغربي، وخصوصا بعد لما خلاص مباراة قمة المجموعة ما بين منتخب المغرب ومنتخب السعودية باقي عليها وقت بسيط جدا. مين هيتصدر المجموعة ومين هيسمح لمين يصعد من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية. هنتكلم كل الكلام مع بعض وهنشرح ليه الموقف العدائي أمام منتخب المغرب. بس عايزك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانزل ادعمنا بلايك متين للفيديو واشترك في القناة، شير الفيديو فضلا وليس امرا. الموضوع بقاله بالظبط كده اكتر من 48 ساعة حرب شرسة اعلامية من الجانب السعودي على المنتخب المغربي. ليه؟ خايفين من منتخب المغرب. قولا واحدا، شفنا بعض الجماهير اللي كانت بتقول لك لن نسمح. انتوا مين يا ابني؟ انتوا مين يا حبيبي؟ لن نسمح بعبور منتخب المغرب الى الادوار الاقصائيه الا بموافقتنا. انتوا مين؟ انا مش عارف، انا مش فاهم العقليه ديت لسه النهارده متواجده معانا ازاي. المكسب وخساره دي حاجه طبيعيه في رياضه كره القدم، وارد تكسب وارد تخسر، شيء طبيعي. اللي بيحاول على قد ما بيقدر واللي بيعرف يقرا الخصم كويس بناء عليه بتلاقي فيه نتائج، في مكسب. غير كده بتلاقي هزايم. والكوره ان عرفت تستغل اخطاء الخصم، اخطاء خط الدفاع، بتعرف تستغلها، هتعرف تحرز اهداف. مش علشان عندك ياسر الدوسري افضل لاعب في اسيا، مع احترامي لياسر الدوسري لا يقارن بنجوم عرب افريقيا، مع احترامي لا يقارن بنجوم عرب افريقيا، اللي بالمناسبه منتخب المغرب في بطوله كاس العرب الفريق الرديف، الفريق رقم 3. انتوا جايين تتقرنوا مع الفريق رقم 3. انتوا لو شفتوا لا مؤاخذه يعني الفوتبول بتاع اشرف حكيمي هتسيبوا المنطقه دي وتجروا. ان شفتم سفيان مرابط هتخافوا منه وتجروا. دول اسود الاطلس، دول اللي وصلوا من مربع دهب انت ما عرفتش توصل لها. هم دول اللي عملوا انجازات تاريخيه. هو ده المنتخب اللي ما شاء الله بقاله اكتر من سنتين متواصل في جميع الاعمار السنيه بيقدم نتائج. انت الاعلام بتاعك بيتباهى بيها، بيقول ده منتخب المغرب ده منتخب عربي واحنا بنساند واحنا في اليوم اللي بتيجي فيه هتقابل فيه منتخب المغرب عمالين تطلعوا فيه القطط الفطسانه وهجوم شرس عليه ومش هيعبر الا بموافقتنا، على اساس يعني ان هم هيطلبوا التعادل. طارق السكتاوي في المؤتمر الصحفي قال لك احنا ما بنلعبش المباريات علشان نوصل للتعادل، احنا بناخد كل مباراه على حده، لازم مكسب. هو ده نهائي بطوله، هو ده الفكر السليم، هو ده اللي خلى منتخب طارق السكتاوي للشباب ما شاء الله بارقام قياسيه. خد بالك انا عايز افهمك نقطه، طارق السكتاوي مدرب وطني للمنتخب المغربي. انت عندك مين؟ جايبين المدير الفني مش عارف اسمه ايه الاجنبي ايا كان، مش سعودي يعني، ده اللي انا اقصده. لكن معلش يعني لا، الكل بيقف احتراما لمنتخب المغرب بإنجازاته المتواصلة. مش فكرة حديث الصدفة وصل لمربع ذهبي، حديث الصدفة منتخب الشباب عندهم يحصل على كأس العالم، مش حديث الصدفة إن منتخب الأولمبي عندهم يحرز الميدالية البرونزية، مش حديث الصدفة عندهم إن منتخب الشباب يتظلم في كأس العالم في قطر. الكلام ده بقاله شهرين ومع ذلك قدم نتائج. ده يا أخي منتخب السيدات عندهم ما شاء الله بطل أفريقيا، وفي الأعمار السنية المختلفة أول منتخب عربي يصل لكأس العالم. النسوان عندهم أحسن من أي شنب عندكم. فلازم نعمل احترام ما بين الدول. احنا بنلعب في النهاية بطولة عربية،
حاجه بالنسبه لنا كده، انا بتكلم على دول شمال افريقيا، استعداد لكاس الامم الافريقيه القادمه اللي هتكون في المغرب، وانت وقنواتك هتروحوا تبوسوا الايادي عشان تذيعوا المباريات وتتفرجوا يعني ايه ملحمه كره القدم الافريقيه. بالمناسبه التلفزيون الانجليزي اخذ حقوق بس من المملكه المغربيه لاذاعه مباريات كاس الامم الافريقيه، علشان بس في كتير بيقول لك ان الكره الافريقيه دي محدش بيهتم بيها. معلش يا حماده، عايز افهمك، منتخب بلجيكا، منتخب فرنسا، منتخب السويد، ربع اللعيبه في المنتخبات دي متجنسه من افريقيا، متجنسين من افريقيا، وتقريبا تلتين الدوري الانجليزي كله افارقه. فانت ما تقوليش ان الكره الافريقيه غير مهمه، لا معلش مع احترامي، انتوا لولا المنتخبات بتاعت شمال افريقيا وبالاخص المغرب محدش كان سمع حاجه عنكم. لولا الفلوس اللي انتوا بتقدموها للاتحاد الدولي عشان تنظموا بطولات كبيره ما كانش حد سمع عنكم في رياضه كره القدم خالص. فانا بحترم طارق السكتاوي في المؤتمر الصحفي النهارده، قدم خطاب جيد جدا جدا، ما قللش من الخصم زي ما انتوا ما بتعملوا، ما قللش من منتخب السعوديه زي ما انتوا عملتم في منتخب المغرب، ولكن بنقدم النهارده رساله واضحه، الاحترام والادب المغربي يضاهي اموال السعوديه وقطر قولا واحدا. انا مش هطول عليك، بطوله قطر عليها علامات استفهام كتيره جدا، توقيتها مش مناسب معانا، على اقل تقدير بنتكلم لو كانت مثلا اتلعبت في توقيت اخر كان منتخب المغرب على اقل تقدير بقى عشان تقارن صح يجي لك بالمنتخب الاول واتفرج يا باشا، الراجل يسد قدامهم، يا اخي ده احنا منتخب مصر برضو الرديف عندنا مش عارف يقدم ربع المستوى اللي قدمه الرديف المغربي. احنا لعبنا مباراتين تعادل في تعادل، والثالثه هتبقى امام الاردن هيبقى هزيمه، والمدرب المغربي طبعا متواجد، يعني خسرانين واحنا عارفين النتائج. احنا ما بنلعبش في افريقيا، انت عارف لو كنا في افريقيا كنا هنقدم نتائج، عشان عيسى حياته ايام عيسى حياته لو انتم فاكرين كان سبب رئيسي بازدهار الكره المصريه، وبناء عليه بقى معانا 7 بطولات افريقيه. ولما مشي عيسى حياته مستوانا بقى نازل لتحت، وانت شايف وانا شايف، وعارفين الانديه المصريه اللي بتلعب في دوري ابطال افريقيا ولا حتى الكونفدراليه ايه اللي بيحصل معاها، بسبب مقر الاتحاد الافريقي اللي عندنا في القاهره، بسبب الترابط الكبير جدا ايام بقى رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الافريقي. لكن لما رحنا كاس العالم ما قدمناش شيء، مش متعودين على اللعب النزيه. لما رحنا كاس العرب المقام دلوقتي في قطر ما حدش يعرفنا في طبق اليوم من الحكام، اللي هو ايه، واخد بالك انت، راعينا يا مصري واحنا نراعيك. ما عندناش الزيارات، ما عندناش الاهرامات هناك في الخليج، ما فيش. تخيلنا جايبه بمنتخب تلعب بمجهودك واحنا ما عندناش مجهود، احنا صفر. انما لما تشوف منتخب المغرب بيقدم اقوى مبارياته داخل المملكه وخارج المملكه، داخل افريقيا وخارج افريقيا. الناس دي سفراء للعرب في البطولات الكبيره، وانت تيجي تقلل من شأنهم، عيب عليك قوي، عيب عليك قوي. انا مش عايز اقول لك برنامج المجلس كل يوم تخبط وخناقه، والناس يعني بص هيعملوا حاجات مش كويسه في بعض بسبب المنتخبات. كل واحد بيفكر منتخبه الافضل، المنتخب ده هو الاروع، المنتخب بتاعنا ده احنا هنكسر الدنيا، وتشوف النتائج مفيش. منتخب قطر مجنس لعيبه ولم يقدم اي شيء، منتخب الامارات مجنس لعيبه وبرضه لم يقدم اي شيء. المنتخبات اللي بتلعب بمدير فني وطني زي المملكه المغربيه، زي منتخب مصر، مع احترامي الفوارق ما بيننا وما بينهم اصلا كبيره قوي فنيا وبدنيا ولاعيبه وكل شيء، ومع ذلك انا بحترمه اكتر. انا بحترم المنتخب العربي اللي بيقدم معاه مدير فني وطني. شوف طارق السكتاوي بطل، احنا بنعتبره بطل، وبقدم مباريات على قد المستوى، معاه لعيبه منهم كويس ومنهم تحت الجيد اساسا، مفيش. اخرهم حمد الله
مع احترامي الشديد لحمد الله وتاريخ حمد الله، لكن مع الفرق، لكن مع المنتخبات تحس ان الراجل دوت بطه بلدي بتتحرك في ارضيه الملعب صفر. ولكن بيقدموا كمنتخب، بيحاولوا يوصلوا، بيحاولوا يساعدوا الجمهور العربي المغربي المحب للمنتخب المغربي ايا كان متواجد في جميع انحاء الوطن، ومع ذلك متواجدين. والمباراه الجايه هتبقى ما بين المغرب والسعوديه، تحدي كبير جدا جدا ما بين اسود الاطلس والفريق الاخضر.